أسعد الله مساءكم. إليكم ثالث وآخر عرض إخباري مفصل في هذا المساء. هز اليوم انفجار عنيف العاصمة طبلة، حيث خلف الانفجار مصرع 3 كؤوس وإصابة كأس التشليلة بجروح، فيما أفاد الناطق الرسمي باسم طبلة السيد البراد بأن لغما ناسفا وضع بالقرب من كأس التشليلة، وأن منفذ العملية من سكان الفرن السود. السيدة الربيعة أعلنت حالة الطوارئ والتعبئة الشاملة في الحدود الرابطة بينها وبين طبلة، كما أعلنت حالة استنفار قصوى لجميع قوى الأمن لمدينة طبلة. هذا وقد ندد السيد المغرج بالحادث ووصفه بالعمل الإرهابي الجبان، وأكد أنه سيتعاون مع سلطات الطبلة للقبض على منفذي هذه الجريمة النخراء، وقال أنه لن يسمح أن يكون المغرج ملاذا للإرهابيين. آخر التحقيقات تشير إلى أن أحد المتسللين من سكان الفرن السود قد وصلوا فجر هذا اليوم إلى مدينة طبلة وتمكنوا من وضع اللغم الناسف بالتعاون مع أبرز رجال السلطة والمسمى الراموس.